السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة مع الأزوري. معلش اتأخرنا كتير كده، الحمد لله رب العالمين على كل حال. كل جمعة وانتم طيبين. احنا هنتكلم كده في الأول على فخر العرب، منتخب المغرب تحت 20 سنة. فخر العرب بمعنى الكلمة، من أول المدير الفني لغاية اللي بيشتري لهم الشنطة، كل دول فوق دماغنا. منتخب المغرب تحت 20 سنة عمل اللي ما عملوش أي منتخب عربي فعلا. عشان كده هم فخر العرب. ليه؟ الناس اشتغلت. ما هو يعني الناس بتسأل ليه اشمعنى المغرب أجدع مننا في إيه عشان توصل؟ أجدع مننا. بيشتغلوا بما يرضي الله، بيشتغلوا بحق وبعدل. علشان توصل اللي انت فيه ده لازم يبقى فيه حق، لازم يبقى فيه عدل، لازم يبقى فيه نظام. لازم يبقى فيه عدل ونظام. لما تيجي تعين مدير فني تعينه بحق وبعدل. محمد وهبي ده ما جاش بواسطة. سمعنا يا كابتن هاني ابو ريده؟ ما جاش بواسطة، ما جاش قال لك ده حبيبي معلش خده معاك المرة دي. سامعين يا كباتن اللي مسؤولين عن الكرة في مصر ومسؤولين عن الرياضة في مصر؟ الراجل المملكة الاتحاد المغربي، مش عارف اسمه الاتحاد المغربي لكرة القدم، مش عارف اسمه الاتحاد المغربي المملكة حاجة كده يعني. عندهم في حاجة الأكاديمية يعني الاتحاد الكرة المغربي ده مرتبط بأكاديمية كرة قدم اسمها أكاديمية محمد الخامس تقريبا، حاجة كده يعني مرتبطة. فلما الأكاديمية دي هي اللي مسؤولة عن مع بعض، هم والاتحاد مسؤولين عن الناشئين ومدربين الناشئين والكلام ده، عملوا اختبار عشان الناس تمسك المدربين الناشئين دول. عشان الناس تمسكها بيعملوا اختبار. الراجل قدم السي في بتاعه، وانا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات عندي ان الراجل ده اصله مغربي بس مش عايش في المغرب، عايش في بلجيكا. عارف ان الاتحاد المغربي مقدم، الراجل قدم السي في بتاعه، نجح من 3-4 سنين كده الكلام ده. قال لك يا عم انت هتمسك المنتخب ده بتاع اللي هيمثل المغرب في كاس عايزين نوصل بيه كاس العالم تحت 20 سنه سنه كذا. اوكي، ما هو عايز ايه بقى؟ انت عايز ايه؟ قول لنا خطتك، قول لنا كذا، قول لنا كذا، قول لنا كذا. نفذوا له الحاجات اللي هو عايزها وعملها. سهله اهي، من غير واسطه، من غير محسوبيه، من غير هات وخد. هو ده عشان تنجح لازم كده، بما يرضي الله، تمشي بما يرضي الله. سامعيني يا كباتن، سامعيني يا مسؤولين؟ والبلد ده عشان تنجح لازم ترجع تبقى بتاعت شهادات زي زمان. لازم ترجع تبقى بتاعت شهادات. لما كان عادل امام في المسرحيه بيقول بلد بتاعت شهادات، ايوه لازم عشان تنجح لازم تبقى بلد بتاعت شهادات زي زمان. تفتكروا بقى الوهبي ده، محمد وهبي ده، لو كان جه مثلا، هجيب لك جيل بقى رهيب سنه 98، جيل منتخب المغرب مثلا يعني، لو جه مثلا بصير صلاح الدين ولا نور الدين النيبت، ولا يوسف شيبه ولا عزيز شيبو، ولا يوسف شيبو ولا عزيز شيبه ولا الناس دي، عندهم ولد كده ولا حاجه، قال له معلش خد ده ابني خده معاك، حد يجرؤ يقول له كده؟ استحاله. عارف ليه؟ لان ده جاي بحق، جاي بعدل، مش جاي واسطه. لو جاي واسطه عينيه مكسوره هيقول له ماشي يا كابتن هاته معايا. سمعنا يا كابتن اسامه نبيه؟ سمعنا يا كابتن شوبير؟ سمعنا يا كابتن خالد بيبو انت، ولا سيد دون، ولا اللي اسمه مش عارف سيد، دكتور سيد بتاعهم ده؟ ايه الفرق بين المنتخب مصر ده ومنتخب المغرب؟ المنتخب ده جاي بعشوائيه وجاي بمحسوبيه وجاي بواسطه من اوله لاخره، انما المنتخب المغرب ده جاي بعدل وبحق وبنظام. ده الفرق اللي بيننا وبينهم. بس حد كان يجرؤ يقول لوهبي خد ده ولا ما تاخدش ده ولا ما اوعى، مفيش، مش هيحصل.
ولا يجرؤ حد يقول له كده، ولا يجرؤ حد مثلا في الاتحاد المغربي يقول له معلش خد ده مش عارف. محدش يقدر، لان دي منظومه بحق وبعدل، فلازم تنجح. ربنا ما بيصلحش عمل المفسدين يا بهوات. الفساد مش فلوس بس، الفساد في ضماير، في ذمم. وتقولوا لي احنا ليه ما مش زي المغرب؟ ايوه، اللي اسمه ابراهيم فايق ده اللي طلع، انت سبب وعامل من العوامل يا ابراهيم فايق، لان انت ما بتقولش الحق والعدل، ما بتقولش ده. ومين الواد اللي اسمه وائل شيتوس ده؟ ايه اللي ايه؟ ومين اللي ابن شوبير ده معاه؟ ايه مين دول؟ ده وائل شيتوس ده مسك ايه عشان يمسك المنتخب بتاع الناشئين ده؟ ومين شوبير ابن شوبير اللي معاه ده؟ مين مسك ايه؟ عمل ايه؟ هل ده مثلا قدموا سيفيهات بتاعتهم مثلا فاختاروهم دول احسن سيفيهات جت قدمت السيفيهات بتاعتها؟ دول الاثنين دول احسن. ده وائل الرياض ده انا مش من سنه 2019 باين وانا قاعد مع شوقي غريب، ماشي مع شوقي غريب، وبعد كده مش عارف مسك ايه ومشوه. بعد كده مثلا هو ايه يعني واجب علينا وائل شيتوس ده؟ مش فاهم. صاحب حد يعني؟ ما هي كلها كده، ما هي بقت كلها كده. يا جدعان ارجعوا لسنة 2006 و2008 و2010. حسن شحاتة كان ماشي صح بما يرضي الله، بيختار بما يرضي الله بعدل بحق، عشان كده ربنا كرمه. إخلاص، في تفاني في العمل، في حق، في عدل، عشان كده ربنا كرمه ونجح. ربنا ما بيصلحش عمل المفسدين، انما واحد بيشتغل بما يرضي الله ورسول ربنا هيكرمه، لازم ربنا يكرمه. ف إيه، دي ناس اشتغلت بما يرضي الله، مفيش محسوبيه، مفيش مجاملات، مفيش واسطه. في ايه يا جماعه؟ حاجه بسيطه وسهله اهي بس، خلاص. مبروك للمغرب فخر العرب، ديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب. نخش على النادي المصري يا جماعه. الماتش اللي فات ده اتعادل علشان المدرب لعب في التشكيل بس، مفيش حاجه كده غير كده تاني، مفيش. المصري اتعادل علشان المدرب لعب في التشكيل. وانا رايي، انا في متهيألي حد ضغط على كوكا عشان يعمل كده، لان هو عمره ما عمل كده. مفيش حد يغير 5 لعيبه، مفيش. ده هو لو كل لعيب مثلا في كل خط، وزي ما اتفقنا حسب الخطه اللي موضوعها ايه، في 3 خطط، في خطه مثلا ب3 خطوط 4-3-3، لو تشيل واحد مثلا من كل خط معقوله. انما تشيل 2 و2 و1 مثلا، هيلعبوا ازاي؟ 2 من هنا خط الدفاع راحوا، و2 من خط النص، و2 من الهجوم، ولا 1 من الهجوم، ولا ال3 باين بتاع الهجوم كلهم ما كانوش موجودين. محسن وطمين ودغموم. مفيش كيمستري يا جماعه، الكيمستري مهم جدا. اللي لعبوا الجداد دول ما لعبوش مع بعض، ما نزلوش لعبوا ماتش مع بعض. شايفين الساعه عمل ازاي؟ لما الساعه لما كان بينزل على فرقه جاهزه كان باين وكان كويس. الساعه ما فيش، مش باين ولا سمعنا صوته. هي دي بس المشكله. اكيد اصل ده شغل مصريين، ده شغل مصريين. اللي يقول له قعد عشان الماتش الجاي بتاع ده شغل مصريين، انما مش شغل نبيل. انا حاسس ان حد ضغط عليه، بس بغض النظر هو غلطان برضه عشان سمع الكلام ده. حتى لو كان حد ضغط عليه وقال له اعمل كده، هو غلطان، لان المفروض ما كانش يعمل كده خالص خالص. عايز تغير واحد بس في كل فرقه، او تنزل بالفرقه بتاعتك الفول تيم بتاعك، هتجون والتاني، وريح بقى الناس. هو كده العدل والحق والدماغ بتقول كده. نخش على نادي الزمالك. في زيطه وزنبليطه كده، كسب دي كدهه ودي كده. ايه دي كدهه دي؟ ايه دي كدهه دي؟ يعني الفرحانين والزمالك رجع، دي كدهه ايه؟ دي كدهه ايه؟ هو انتوا شفتوا حد لسه؟ ده كاس الاتحاد الافريقي ده لسه النجم الساحلي جاي لك لو كسب. الاتحاد المنستيري، الوداد، انتوا ما شفتوش فرق؟ واتحاد العاصمه الجزائري، الوداد المغربي، واتحاد انتوا شفتوا فرق لسه؟
في ايه والبيل اللي اسمه حسام عبد الجميل اللي مش عايز يجدد ده، الواد ده يمشي. اوعى تستنوا عليه والكلام ده، الواد ده يمشي ان شاء الله بدولار، والله الدولار اجدع منه. ده الولد بتاعت جداها ضحك عليه، مستنيين ايه تاني؟ الولد لف كده من وراه واخد الكوره. تخيلوا ده مسك منتخب مصر، استحاله، مش ممكن. الولد بتاعت جداها ضحك عليه، اخده ولف بيه تاني ومش عايز يجدد. مين محمد السيد ومين حسام؟ والله العظيم العيال الناشئين اللي كانوا طالعين من سنه ولا من سنتين كانوا اجدع منه. يجوا يلعبوا، ولو طلعت تلعب من الناشئين دلوقتي هيجي يلعب اجدع منه. مشوا الواد ده، ما تصبروش عليه، وهيبقى مصلحه للزمالك، اقسم بالله اكبر مصلحه لخط دفاع الزمالك ان الواد حسام عبد المجيد ده يمشي. فاضي، لا يفقه شيء في مركز المساك فنيا وذهنيا وكل، ما يعرفش حاجه، بيضحك عليه على طول. هو جته بس. ده بقى عشان تفهمه وتعلمه من اول وجديد، عشان تعلمه وتفهمه. وانا بقول للاسف مجلس الاداره بتاع الزمالك دون بامانه، يعني بامانه بالسلامه احترموا نفسكم كده وبالسلامه. انتوا اصلا بتوع يد وما فلحتوش في اليد. يعني واحد بتاع يد ما فلحش في اليد هيفلح في الكوره؟ ما ينفعش. وبعدين لازم، انا اعتقد لازم اي مجلس اداره بالذات لنادي كره قدم لازم يكون في مجلس الاداره ده 2 لعيبه، كانوا 2 لعيبه 3 لعيبه في مجلس الاداره نفسه، لازم يبقى فيه لعيبه. ما تقوليش على حسين السيد والعالم دي. حسين السيد ده اصلا كان جون، اللي اسمه سليمان ده انا ما اعرفوش اصلا، يعني بشجع الزمالك بقالي 50 سنه معاهم، ما اعرفش مين سليمان ده. فلازم كان يبقى فيه لعيبه كوره. اذا كان انتوا بقى بتوع يد ما فلحتوش في اليد، هتفلحوا في الكوره؟ معلش اشك، الا اذا بقى جبتوا حد بقى يساعدكم. ما هو لازم، انا ما اعرفش، ما فهمش في الكوره. اذا كان انت فاهم في اليد وساقط ما خدتش بطولات، هتنجح في الكوره؟ لا. فمجلس الاداره دون يشوف له حل كده، او يشوف حد الناس تعلمه بقى، لان كده كتير قوي. والمدرب الفاشل ده لازم حد يجي يعلمه. المدرب الفاشل يلي فرحان لانه كسب دي ايه؟ والزمالك رجع دي ايه؟ المدرب الفاشل اللي 5 مطوشه متقدم وبعد كده يتعادل يتغلب 5 مطوشه. ده الواحد مثلا وهو ماشي مثلا في الشارع بيلاقي حفره، لما يقع فيها وهو ماشي المره الجايه مش هيقع فيها. لو وقعت فيها تاني ما خدتش بالي المره دي، طب المره الجايه، المره الثالثه، المره الرابعه، المره الخامسه، لا ده انت حمار. لو حمار حتى هيعرف. الحمار اللي بيقول شي وحا لما يمشي وانت سايقه هو من نفسه كده بيبعد لما يشوف حفره. ايه ده؟ فربنا يسهل للنادي المصري ان شاء الله. بس الماتش الاتحاد الليبي ده لازم يعدي، لان الفرقه دي فرقه عشوائيه من الاخر كده. والفرقه العشوائيه دي او يعني فرقه على قدها فنيا. والفرقه دي هتيجي تعمل حيطه عندك وترجع ورا بحيطه كده وتقف وتستغل بقى غلطاتك. فانت لازم تنزل من الاول، تجيب جون واثنين وثلاثه وتريح. بس هو دي المشكله. وشكرا لكم، دي كانت حاجات سريعه كده، وكل جمعه وانتم طيبين، وشكرا لكم. وما تنسوش الكرة مع الازوري هتكون جميله وبيوري. السلام عليكم.